السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا في أفضل حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة تيسر بها أمورنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها أرزاقنا. اللهم انصر أخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم بارك لنا يا رب فيما رزقتنا ويسر لنا أمورنا. إن شاء الله أنا بعرض لكم النهاردة موتوسيكل هوجين أبو المجد استيراد بالكامل. بعرض لكم الموتوسيكل بالتفاصيل، كاوتش وعجل وشاسيه. إن شاء الله أقول لكم على كل حاجة بالتفاصيل. هوجين أبو المجد 2025، حاجة محترمة بسم الله ما شاء الله، خامة وتقفيل وشغل عالي عالي، حاجة ما شاء الله يعني. إن شاء الله إحنا معانا هنا الرقبة بتاعة الشاسيه البومبي، تمام. بصوا التقفيل واللحامات، تمام. خامة الشاسيه والتقفيل حاجة محترمة. احنا بنتكلم على اللي احنا شايفينه قدامنا، تمام. اللحامات، بصوا اللحامات. طبعا دي بس حاجات، لان الشاسيهات دي بتبقى جايه على العربيه متحمله على كده، ممكن حته تتجرح او الكلام ده، بس مش مشكله، كلها حاجات بسيطه. بصوا اللحامات، تحس ان هو حاجه كده يعني ما شاء الله، حاجه محترمه جدا جدا جدا، تمام. الكتله بتاع الباكم، خزنه الباكم، بسم الله ما شاء الله. العداد، عايزين نوريكم الكاوتش الكنده المحترم، كاوتش الكنده المحترم. طبعا احنا وريناكم الفردة الخلفية. ان شاء الله عندنا الجنط الامامي، بصوا التفاصيل. كاوتش طبعا ما شاء الله من شركة كندا، حاجة ما شاء الله محترمة. انا بصور لكم كل حاجة بالتفاصيل. المكنة طبعا بتتجمع، ماشي. هوجين ابو المجد، هتلاقي كل حاجة عليها اللوجو بتاع الشركة. اوريلكم الترس الخلفي بتاع المكنة. عندنا الترس الخلفي ده اللي جاي مع المكنة 42 سنة، وعندنا الترس ده 38 سنة. انا هركن اللي جاي مع المكنة اللي هو ال 42 سنة، وهركب ال 38 سنة علشان بيدي سرعة في الأداء شوية، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بص بقى، دول حديد، يعني مفيش حاجة تتقطم منهم أو مزودة طبعا من هنا، ماشي. بصوا حضراتكم، عصاية الفرامل خامة وشغل عالي. عندنا البطارية اهي، طبعا البطارية جافة. الجافة دي بتبقى كويسة حلوة، ما بتزعلش الشاسيه ولا المقص الخلفي من مية النار، تمام. عندنا الفرامل الخلفية على تيل، كل حاجة بالتفاصيل بالتفاصيل. صلوا بنا على النبي. متنسانوش بس وانتوا بتتفرجوا كده الدعم والاشتراك في القناة، وتبعت الفيديو ده لزمايلك، علشان اللي عايز يتفرج على هوجين أبو المجد أنا بوضح له كل حاجة. طبعا ده الحامل بتاع الموبايل، ووصلة USB للشحن، تمام. طيب عندنا هنا الجناب بتاع الموتوسيكل، عندنا الجنبين، جنب يمين وجنب شمال، تمام. طيب عندنا الشلتة برضو عليها كلمة المجد، تمام. كل حاجة بالتفاصيل اهي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا بقى موريكم هنا حاجة. طبعا الفانوس الخلفي 2 إشارة، تمام. وعندنا الدواسات مع مع الجوانات البلاستيك اللي هي بتاعة الديل، تمام. عندنا الحامل بتاع الموبايل،
طبعا ده الغطا بتاع شنطة العدة، المسمار بتاع الأكس الخلفي، مسمار الركاز، عندنا المنافلة، كل حاجة بالتفاصيل اهي أمامكم. تمام. الموتوسيكل ده يختلف عن موتوسيكلات كتير. ليه؟ لأنه جاي كله صحارة واحدة زي ما حضراتكم شايفين. الصحارة دي فيها جميع أجزاء الموتوسيكل ما عدا الموتور والشاسيه، يعني كل الحاجات الرفايع دي ماشي في قلب الصندوق ده، بجوز الكاوتشات، بالمقص، بطقم الصاج، بالديول، بالرفارف، كل حاجة قدام حضراتكم اهي. اتنين المساعد الخلفي، الحمالة، حمالة حاجة ما شاء الله محترمة. تمام. عندنا طبعا الشيالة بتاعة الموتور ماشي. عندنا بقى، تعالوا بصوا كده دايرة الرماد عاملة ازاي، دايرة الرماد عاملة ازاي، أكنها عربية ما شاء الله. حاجة حلوة جدا. في ناس كتير تقول لك الموتوسيكل ده مش شغال ومش ماشي، لا أنا بقول لكم إن شاء الله الموتوسيكل ده هيكتسح السوق بإذن الله. اللوجو بتاع الشركة. الموتوسيكل ما اتجزأش، الموتوسيكل ما اتجزأش ولا اتفصص ولا أي حاجة، كل ده صحارة واحدة. تمام. اتفرجوا كده قولوا لي ايه رأيكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بصوا كده، كونتاك، طبعا بتاعت الفرامل، دي بتاعت الفرامل، دي الشدادات اللي لما تعوز تشد الفرامل، ودي بتاعت الفرامل طبعا ماشي. دي بتاع السرعة، بص عصاية الغيارات، شو يعني ما شاء الله محملة حاجة محترمة جدا. طبعا دي بتركب في الرافع الخلفي. تمام. كل حاجة بالتفاصيل معانا اهي واحدة واحدة. أنا بس بدور على البصمة، مش عارف هي راحت فين البصمة، لأن المكنة دي جاية ببصمة، فإن شاء الله كده وأنا أنا بدعبس كده هلاقيها. طبعا جزء الكاوتشات دول زي ما احنا عارفين، زي ما قلت لكم جايين من شركة كندا. تمام. تعالوا بقى ما اوريكم التانك. التانك اهو عليه اللوجو بتاع الشركة. تمام. الموتور اهو، عشان بس انا بصور مش هعرف اطلعه من الكرتونة، بس ان شاء الله انتظروا الفيديو الكامل، والمكنة متقفلة برضو بالتفاصيل، التفاصيل هجيبها لكم. طبعا الحلويات اللي مع الموتور، كيليبرتير. تمام. كل حاجة جاية مع الموتور اهي. الموتور برضو مكتوب عليه كلمة كينج المعروف، وعندنا 2 فتحة بوجيه، بس احنا طبعا مفيش واحد وهي واحدة بس اللي شغال. تمام. ان شاء الله كده. طبعا دول انا نسيت اوريهم لكم، دول جزء المرايات. تمام. جايين مع التانك. الحاجة الوحيدة اللي جاية زي ما قلت لحضراتكم بره الصحارة، الموتور والشاسيه. انا مش لاقي بس البصمة انا مش لاقيها، بس هي انا كنت شايفها دلوقتي، هدور عليها بس لحظة. زي ما قلت لحضراتكم انا عمال ادور على البصمة مانيش لاقيها، بس ان شاء الله هلاقيها دلوقتي. طبعا اتنين شكمان عليهم اللوجو بتاع الشركة. الشكمان ما شاء الله حاجة تقيلة برضو محملة اهو. عندنا الاكسدام الامامي. تعال بص بقى هنا لطقم العدة. اول مرة اشوف اول مرة اشوف البنسة الصغيرة دي، بس لا بأس به، حلوة يعني، هي في العدة وخلاص. عندنا مفتاح البوجيه ده بيبقى مهم، لو حصل حاجة في البوجيه أو حصل عطلة ولا حاجة تعرف تفك أو تمشي حالك. تمام. تعالوا نوريكم بقى الكرسي
الخلفي. بص تعالوا كده، برضو كرسي الخلفي اهون عليه اللوجو بتاع الشركة. تمام. طبعا الدوستين الحريمي. ماشي. في حاجة برضو هنا اوريها لكم، ده المسند ده بيركب هنا كده. ماشي. بس انا مش هركبه لان بيخلي منظر الموتوسيكل مش كويس. حلو. برضه انا جاري البحث على البصمة، ان شاء الله احاول ادور لكم عليها. انا لقيت البصمة يا جماعة اهي، البصمة اهي. ماشي. بس ما يتم تقفيل المكنة ان شاء الله، يعني هوريكم كل حاجة بعد ما المكنة تتقفل. بس اعمل اشتراك في القناة ان شاء الله، وهيصلك كل جديد. ان شاء الله هوريكم الفيديو بالتفاصيل باذن الله بعد التقفيل. ان شاء الله باذن الله هوريكم الفيديو كامل، كامل باذن الله عن المكنة بالتفاصيل بعد التقفيل. والبصمة اللي عمال ادور عليها من ساعتها هي، هوريكم ان شاء الله المكنة وهي شغالة وهي صوتها. وان شاء الله ما هنعمل فيديو برضه واحنا بنمشي بقى على الطريق. بس ان شاء الله بس اما نلين كده ونظبط الدنيا ان شاء الله هتستفادوا من كل حاجة انا قلتها، عشان انت لما تيجي تشتري الموتوسيكل يبقى انت عارف انت رايح تجيب ايه، ومعاك كل حاجة بالتفاصيل. ان شاء الله باذن الله احنا مع بعض. اشوفكم باذن الله على خير. دمتم في رعاية الله وامنه. اللهم احفظ مصر وشباب مصر.